الزيادة يا بنات دي بتبقى مشكلة كبيرة لأي واحدة مبتدئة، القاعدة بتاعة الشنطة الصغيرة اللي هتبدأ فيها أو الكيس للفكة أو البوك الصغير اللي هي هتبدأ فيه. وأكتر من حد لمّا بينفّذ من على القناة البوكات الصغيرة اللي أنا شارحاها، الزيادة طبعًا اللي أنا شغلاها مش بتناسب إيديهم، فطبعًا أنا بيقابلني مشكلة كبيرة جدًا مع الزيادة مع المبتدئين. طيب مبدئيًا كده خلّيني أقول قبل ما أكمّل موضوع الزيادة، آآ عايزة تتعلّمي تبستري صح، يبقى قناة فاطمة قريشي كورنر، عشان بس إيه، يعني أنا اتكلّمت قبل كده قُلت لكم سدّوا ودانكم وما تسمعوش، بس فعلًا بيبقى في تشويش. ففعلًا أنا باقولها لِك بمنتهى الأمانة، عايزة تتعلّمي تبستري صح، يبقى ما فيش إلا قناة فاطمة كروشيه كورنر هي اللي هتعلّمِك التبستري. طيب ما فيش حاجة اسمها زيادة ثابتة، ما فيش حاجة اسمها زيادة عادية، ما فيش حاجة اسمها زيادة عشوائية. وال3 دول للأسف في ناس كتير بتتكلّم عليهم دلوقتي وبتقول، يعني مثلًا تلاقي واحدة مثلًا بتشرح على القناة بتاعتها بتقول أنا شغّالة بالزيادة الثابتة، ما فيش حاجة اسمها زيادة ثابتة. طيب ناخد كده الموضوع واحدة، واحدة، وفي ناس طبعًا شغّالة بالزيادة العادية، وهاقول لكم برضه يعني إيه الزيادة العادية، وبرضه هاقول لكم يعني إيه الزيادة العشوائية. طيب زيادة ثابتة يعني بما إن بقى في حد بيقول كده، يعني ما معنى اللي بيتقال إن الزيادة الثابتة إن أنتِ أول سطر هتعمليه بعدد، وتاني سطر هيكون بعدد معيّن، تالت سطر عدد معيّن، رابع سطر عدد معيّن، وهي دي اللي بينطلق عليها الزيادة الثابتة. مثلًا زي إيه؟ يعني أول سطر أنتِ بتشتغليه في القاعدة بيكون 6 غرز، السطر اللي بعده هيكون آآ 12 لإن أنتِ هتضاعفي العدد، السطر اللي بعده هتزوّدي كمان 6، المهم إن أنتِ بتعملي مضاعفات العدد. 12 10 على حسب، بس هو يعني الناس الكتير اللي هي بتتكلّم على إن في زيادة ثابتة هم ماشيين ب12. الكلام ده غلط يا سِت الكل ما لهوش أي أساس من الصحة. هاقول لِك ليه، أنتِ دلوقتي شغّالة بنوع خيط معيّن أو سُمك معيّن، فعملتِ مضاعفات العدد 12 دول، خلاص هو مشى مع إيدِك، مع سُمك الخيط اللي أنتِ بتشتغلي بيه، مع مقاس الإبرة اللي أنتِ شغالة بيها، تمام كده؟ تمام كده. طيب المفروض إن دي زيادة ثابتة، صح؟ طيب الزيادة الثابتة دي بما إنها ثابتة، خلاص بقى هي زيادة ثابتة، يعني أنا لو غيّرت الخيط وغيّرت مقاس الإبرة، المفروض إن هي القرص يمشي معايا، ليه؟ لإن الزيادة ثابتة. طيب هل يُعقل كده إن أنا أجيب مثلًا ديبة على فتلتين ويكون قرص مثلًا مكوّن من 5 ألوان و6 ألوان وكل فتلة على فتلتين أو كل لون على فتلتين واشتغل مضاعفات العدد 12 في القرص ده، خلاص هو طلع معايا قرص حلو مضبوط لإن هو مناسب إيدي، وأي حد ممكن على فكرة يشتغل نقول على الرغم ما حصلتش، بس نقول أي حد نفّذ بنفس الطريقة دي القرص مشى معاه وطلّع شغل زي الفل، على رغم غلط عدد الألوان دي وعلى رغم غلط موضوع الزيادة الثابتة، ما فيش حاجة اسمها زيادة ثابتة، تمام؟ طيب أنا خلّصت القرص ده اللي هو أبو 5 ألوان وكل لون على فتلتين وبالإبرة المعيّنة اللي أنا اشتغلت بيها وخلّصت وطلع قرص زي الفل وجميل وأنا بقى طلعت يعني تمام وثبتت بقى للناس إن أنا شغّالة بزيادة ثابتة وأهي الزيادة الثابتة. طيب خلّي نفس الإيد دي اللي اشتغلت طلّعت القرص الأولاني ده بالزيادة الثابتة بعدد الألوان دي بالسُمك ده بمقاس الإبرة دي، تشتغل مثلًا بنفس نوعية الخيط بس فتلة واحدة بس، أو بلاش نوعية الخيط نخلّيها أي نوع تاني، بس تكون بفتلة واحدة بس، وتكون مثلًا مكوّنة من 3 ألوان مثلًا. هل الزيادة الثابتة اللي نفعت معايا هنا هتنفع معايا هنا؟ لأ طبعًا. ليه؟ ليه؟ لإن الزيادة اللي في القرص ده اللي هو معكوك ب ب ب5، 6 ألوان على فتلتين،
ده بخيط سميك، فخلاص أنا مشيته على عدد 12 مضاعفات العدد 12 مشى معايا زي الفل تمام. طيب بالنسبة بقى القرص اللي أنا هاعمله بفتلة واحدة، ليه ما نفعش معايا؟ ما نفعش معايا علشان هو بفتلة واحدة، هو الزيادة اللي أنتِ بتحطيها للفتلة السميكة زي الزيادة اللي أنتِ بتحطيها للفتلة الرفيعة، أصبح كده ما فيش حاجة اسمها زيادة ثابتة، وأي حد يقول لِك زيادة ثابتة اعرفي إن هي ما تعرفش أي حاجة. ما فيش حاجة اسمها زيادة ثابتة، وأنا قُلت لكم أهو وشرحت لكم باستفاضة ال 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 ليه ما فيش حاجة اسمها زيادة ثابتة، تمام كده؟ تمام. طيب نيجي بقى للزيادة العادية، إيه الزيادة العادية؟ الزيادة العادية دي اللي هم يعني هي طريقة قديمة شوية، بس طبعًا مش صح برضه، لإنها آآ برضه ما تنفعش زي الأولانية، لإن كل سُمك خيط وليه الزيادة بتاعته، وكل إيد وليها الزيادة بتاعتها. مثلًا يشتغلوا مثلًا أول سطر مثلًا إذا كان 8 أو 6 غرز، ييجوا السطر اللي بعده يضعفوا العدد، ييجوا بقى من تالت سطر يعملوا إيه، يشتغلوا غرزة بدون زيادة وغرزة بزيادة، يمشوا السطر كله بنفس الطريقة، ييجوا السطر اللي بعده يشتغلوا 2 بدون زيادة والتالتة هي اللي فيها الزيادة، السطر اللي بعده يشتغلوا 3 بدون زيادة فوق كل غرزة غرزة، والرابعة هي اللي فيها الزيادة، السطر اللي بعده يشتغلوا 4 بدون زيادة فوق كل غرزة غرزة، والخامسة هي اللي فيها وهكذا، يعني كل شوية أو كل سطر يزودوا غرزة، دي الزيادة العادية اللي مُنطلق عليها إن هي زيادة، بس طبعًا الطريقة دي برضه غلط، لإن برضه أنتِ بتبقي متحكمة إن أنتِ تشتغلي بكذا نوع خيط وكذا سُمك خيط، والإبرة بتختلف طبعًا، فطبعًا هنا ما ينفعش أبدًا إن أنتِ تشتغلي بالزيادة العادية، ولا ينفع أصلًا إن إحنا نستعمل الكلمة دي في قرص أو أي حاجة على فكرة، يعني حتى لمّا بتعملي مفرش عادي حتى لو مكوّن من أعمدة بس كده، ما ينفعش تستعملي الطريقة دي. طيب الطريقة بقى اللي هي التالتة أو المسمى التالت الزيادة العشوائية. في ناس تقول إيه، اشتغلوا وانطلق عليَّ على فكرة إني هي حد واحد، هي فاطمة بتشتغل بالطريقة العشوائية. يعني إيه طريقة عشوائية؟ يعني أنا كده أدّيكِ قرص أقول لِك أنا اشتغلت القرص ده بالطريقة العشوائية، اشتغلي أنتِ بقى بالطريقة العشوائية، يعني اللي هو أنتِ بقى منين ما تحطّي زيادة حطّي زيادة ما فيش مشكلة. آآ ولكن في ناس كتير، كتير جدًا، جدًا، جدًا قالوا فاطمة بتشتغل بطريقة المحترفين. مبسوطة والكلام على راسي طبعًا إن أنا باشتغل بطريقة المحترفين، ولكن أنا باشتغل بزيادة على حسب الإيد، أنا باشتغل بقى بالطريقة الصح، لإن كل إيد ليها الزيادة بتاعتها، والدليل على كده أي واحدة اشتغلت ورايا في أي فيديو إذا كان كورس مجاني، إذا كان كورس مدفوع، والزيادة بتاعتي أنا ما ناسبتش إيديها، ما هو أنا لو باشتغل بقى يعني لو أنا بقى باقول لأ هي الزيادة دي هي الصح أو طلّعت اسم مع نَفْسي أنا بقى، ما كل واحد حُر بقى يطلّع بقى المسميات اللي هو عاوزها، وقُلت لِك هو ده الزيادة، واشتغلي كده هتنفع معاكِ، ما هو مش هتنفع، ما ينفعش، كل إيد وليها الزيادة بتاعتها، كل إيد وليها الزيادة بتاعتها، أنا باشتغل بزيادة منظّمة، طريقتي أنا يعني أنا بادّيكِ range إيدي بتشتغل الزيادة إزاي وتحطّها فين، تمام، بادّيكِ range أنتِ تمشي عليه. بس اللي أنا بامشي عليه يعني أنا مثلًا وأنا باشتغل السطر كده لأ، أنا حاسة إن أنا عايزة هنا زيادة، القرص هيقوّص معايا، فباحط زيادة، بس زيادة منظمة، يعني مثلًا اشتغلت مثلًا 3 غرز، كل غرزة فوق كل غرزة غرزة، والرابعة هي اللي حطيت فيها زيادة، بامشي كده طول السطر، طول السطر بامشي بنفس الطريقة. طيب السطر اللي بعده، جيت عايزة أشتغل آآ عايزة أشتغل مثلًا لأ، هو السطر أنا شايفاه مضبوط معايا، شايفة القرص مرتاح. فمش محتاجة إني أحط زيادة، خلاص ما احطش زيادة خالص، في سطرين 3 بيقابلوني على فكرة أشتغل ما فيش زيادة، مش عايزة زيادة، في حد بقى بيحصل معاه كده؟ أكيد طبعًا في،
بس أكيد مش 3 سطور 4 سطور، ده بيحصل معايا فعلًا. طيب لو جيت مثلًا سطر مثلًا أنا عايزة أحط فيه زيادة بس مش كتير، يعني مثلًا كل 10 10 غرز مثلًا أحط زيادة عشان بس إيه، يعني القرص ما يقوّصش منّي، فابقى ماشية كده برضه بنفس الترتيب، كل 10 غرز باحط الزيادة بتاعتي، زيادة منظمة، بس على حسب إيدي. كل زيادة يعني أنا خلاص كده أنا اتكلمت بيتهيأ لي باستفاضة، وهاحط لكم برضه الlink بتاع موضوع الزيادة ده، هو جزء أنا باتكلم فيه بس عشان على الزيادة. ما فيش حاجة اسمها زيادة عشوائية، في زيادة ثابتة، ما فيش حاجة اسمها زيادة عادية. الزيادة أنتِ بتمشيها على حسب إيدِك، ليه؟ بمنتهى البساطة إن كل إيد بتبقى غير التانية في الشغل، وكل سمك خيط ليه الزيادة بتاعته، وكل مقاس إبرة ليها الزيادة بتاعتها، تمام كده؟ فدي نقطة مهمة جدًا، 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 جدًا لازم تاخدوا بالكم منها. لإن أنا عايزة أقول على حاجة مهمة جدًا، أنتِ دلوقتي عايزة تتعلمي حاجة، هو أنتِ بتدخلي كده للحاجة دي من غير ما تفهميها؟ لأ، أنتِ لازم تفهميها، واللي أنا باقوله ده بيوضّح لِك حاجات أنتِ ممكن تُقعي فيها وأنتِ بتشتغلي، ومع التشويش اللي بيحصل والمعلومات الخطأ اللي بتبقى موجودة، أنتِ هتتلخبطي أكتر. فلازم تذاكري على نفسِك كويس أوي قبل ما تبدئي في أي حاجة أنتِ تحبيها أو أنتِ تشتغليها، مش شرط التبستري، أي حاجة أنتِ بتحبيها وعايزة تتقني فيها وتتعلميها، أنتِ لازم تذاكريها كويس أوي، أوي، أوي من قبل ما تبدئي فيها، تمام كده؟ آآ كفاية نصايح كده، لأ هو لسه في نصايح كتير على فكرة، النصايح ما بتخلصش يا بنات، على فكرة النصايح ما بتخلصش بتاعة المبتدئين، لسه عندي كتير، ولكن أنا مش عايزة أطوّل عليكم في الlive لإني لسه عايزة أتكلم في حاجة تانية، وأشوف طبعًا الكومنتات بتاعتكم وما اتأخرش عليكم.